السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مكرونه بالصوص الابيض بالبسطرمه. اول حاجه المقادير: مكرونه، عبوه كريمه طهي 200 ملي، بسطرمه، زيتون، زبده حوالي معلقه كبيره، عبوه مرق لحمه، ومكعبين من الجبنه الكريمي. اول حاجه نسلق المكرونه. احنا قدامنا اهو الميه بتغلي، نحط فيها المكرونه بتاعتنا وهنستنى حوالي 7 دقايق. على ما المكرونه تتسلق ممكن نجهز الصوص الابيض بتاعنا. اول حاجه هنحط زبده، بعد كده نحط بس حاجه بسيطه خالص زيت، بعد كده بنحط البسطرمه، احنا تقريبا كيس المكرونه بنحط عليه حوالي تمن بسطرمه. بعد كده نحط كريمه الطهي، بعد كده هنحط المرقه والجبنه الكريمي. نقلب كل ده كويس على ما المكرونه بتاعنا تكون اتسلقت. احنا كده جهزنا الصوص الابيض بتاعنا على ما المكرونه اتسلقت. بعد ما سلقنا المكرونه وصفيناها هنحطها دلوقتي في الصوص. نقلبها، بعد كده اخر خطوه معانا هنحط الزيتون. بس نقلب كله، وهنسيبها حوالي 3 دقايق على النار، وبعد كده تبقى جاهزه للاكل. دي كده المكرونه بالصوص الابيض بالبسطرمه بتاعتنا. الف هنا.